عندما تتجه أنظار الملايين للكلاسيكو الأول في العالم، فلن تغض العيون الطرف عن الكلاسيكو المصغر بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وكعادة اللاعبين برز نجمهما مع بداية الموسم الجديد، فعندما تخوض 12 مباراة وتسجل فيها 15 هدفا، فأنت بكل تأكيد لن تكون لاعبا طبيعيا، بل تدعى CR7. أهداف الفتى البرتغالي توزعت بين 8 في الدوري الإسباني و7 في الشامبيونز ليج، وضعته على رأس قائمة هداف البطولة الأوروبية. وبمباراة أقل عن رونالدو بسبب الإصابة، نجح ميسي في تسجيل 12 هدفا في 11 مباراة، من ضمنها مباراة كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد، بعدما اضطر للعب دقائق أقل حينما عاودته الإصابة في العضلة الخلفية لقدمه مجددا. الحوار الأرجنتيني البرتغالي في الليغا الإسبانية سيعود من جديد ليؤكد كل منهما أحقيته في لقب الأفضل، والذي يتفوق فيه رونالدو حتى اللحظة على ميسي رقميا هذا الموسم، بوصوله لنسبة 1.25 بالتسجيل في كل مباراة مقابل 1.9 لميسي، نسبة سينظر فيها إلى الفاصلة قبل الرقم الحقيقي، مع رغبة رونالدو في إضافة أهداف غير الأربعة في المرمى الكتالوني في الليغا، وإصرار ميسي على مواصلة التهديف وبلوغ رقم أكبر من 7 في مرمى كاسياس سابقا ولوبيز حاليا. فمن سينتصر في معركة الكلاسيكو الجديدة 67 بعد 100؟